السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت الخواتات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. فالمهم هو داكشي اللي غادي نتناولوه ان شاء الله، سواء كان خارج البيت سواء كانوا معلومات بحال هذه. وكما قلت لكم دائما غادي نحاولوا نقلبوا قدر المستطاع، سواء من الانترنت سواء من الكتب القديمه الجديده او اي حاجه. المهم ان واحد الفكره نوصلوها ان شاء الله للناس. يعني ديك الفكرة ربما تنفعهم في حياتهم، ربما يستفدوا منها أو أي حاجة بحال هكا. فهذاك هو الهدف ديالي إن شاء الله. فبالتالي كما قلت لكم في الفيديو السابق كنت هضرت لكم على الإنجاز. اسمحوا لي بعدا هذا تصوير ديال الكاميرا، يعني كاين فرق صراحة بين الفيديو تصوير الفيديو بالهاتف والتصوير بالكاميرا. التصوير بالهاتف كيكون واضح أكثر، التصوير بالكاميرا كيكون واضح بالنهار، ولكن بالليل الجودة واخا راه 4K ونص كتبان نوعا ما قليله. فما كاين حتى مشكل. المهم بغيت نهضر لكم كما قلت لكم في الفيديو السابق، كنا هضرنا على الاندماج وعلى شحال من حاجه. قررت باش نهضر لكم او نتكلم لكم على شنو كنقراو في هذا الاندماج، وعن تجربتي الشخصيه شنو الموضوع اللي كان جاني في هذا الاندماج واللي خدمت عليه في الامتحان. كاين اللي كيدوز امتحان في هذا الاندماج، كاين اللي ما كيدوزوش. كما قلت لكم كل واحد على حسب المدينه اللي هو فيها. واش السيد اللي شادك مثلا المعلم اللي شادك او الاستاذ اللي شادك واش كيدوز امتحانات ولا لا، واش كيعتمد غير على الحضور ولا لا. كل واحد وكيفاش المساله ديالو. زائد انه اللغه كتقراه باللغه اللي بغيتي. مثلا كاين ناس، مثلا ناس ديال المغرب، ناس ديال الجزائر، ناس ديال الدول العربيه تقريبا كيختاروا اللغه العربيه. كاين منهم اللي كيختار اللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه، ولكن شفت بزاف ديال الناس اللي اختاروه باللغه الفرنسيه والانجليزيه ربما ما كانوش متفوقين فيها، فلذلك سقطوا فيه. يعني لو كان قراوه باللغه العربيه كان يجيهم احسن. وكاين ناس خلاص اللي عندهم هاد اللغات يعني متفوقين فيها، فنورمال غادي ينجحوا فيه، غادي يفهموا كلشي، غادي ينجحوا فيه. لانه كيبقى واحد الحاجه اللي سهله بزاف، قليل اللي كينجح فيها. انا العام اللي قريته كان كان الحضور اجباري. يعني الناس اللي حاضرين نسبه الحضور كتعتبر نسبه نجاح بواحد 50%. وديك الساعه كان قالوها لنا الاستاذ قد ما حضرتوا قد ما نجحتوا. فبالتالي الناس اللي كانوا كيمنكوا سواء لأسباب لظروف العمل سواء لظروف صحية أو غيرها، للأسف ما كانوش دازوا، لأنهم تغيبوا مدد اللي هي طويلة، يعني شوية ربما كتوصل حتى الأسبوع. فاليوم كما قلت لكم باش نطرق لكم على المواضيع شنو كيكون في هذا الاندماج، شنو كنقراو فيه، شنو هذا. غادي اختاريت واحد الكتاب عندي قديم صراحة. فكما قلت لكم في هذا الكتاب واخا هو قديم كاين مواضيع اللي فريمون كتعطى في الاندماج كيقريوها يعني الاساتذه الاندماج. هو الكتاب قديم، المعلومات كتكون قديمه، لانه هنا في بلجيكا كما كيعرف الكثير من الناس اللي ساكنين هنا او اللي كيقلبوا على معلومات بلجيكا، انها كل مره كتبدل القوانين. هذا الشيء سنويا، هذا الشيء بعض المرات في ظرف نصف سنه ممكن في اي لحظه توقع منهم بين ليله ونهار ان شي قانون جديد يخرج، شي حاجه بحال هكا تخرج. المهم هو انه هاد المواضيع غادي تفيد بزاف ديال الناس اللي بغاو تكون عندهم فكره على شنو كاع كيتقرب في هذا الاندماج، خصوصا الناس اللي كيكون عندهم تخوف شنو كيفاش داير هذا الاندماج، واش صعيب، واش هذه. فانا غادي نعطيكم ان شاء الله معلومات حول الدروس اللي كتكون فيه. اول حاجه كيهضروا لك على الاندماج، شنو هو هذا الاندماج، شنو الدور ديالو، التوجيه الاجتماعي، يعني كيفاش كتندمج في المجتمع، شنو الهدف من هذا الاندماج هذا اللي انت كتقراه او كديرو. كيهضروا لك على بلجيكا كدولة ملكية، يعني طريقة الحكم ديال الملك مثلا، طريقة ديال تشريع القوانين، الدستور وداك الشيء ديالهم. كيعطيوك على المهم لمحة تاريخية مختصرة للسياسة. من بعد كيهضروا لك على الاقتصاد في هذا البلاد. شنو هو الاقتصاد في هذا البلاد؟ كيهضروا لك على الحياة في بلجيكا، قوانين الدستور، قوانين الأخرى اللي متعلقة بالحياة كما قلت لكم في بلجيكا. من ضمن أيضا الأمور اللي كتقرا فيه كاين القيم، الأعياد مثلا اللي كيكونوا في بلجيكا، الأعياد اللي عندك يعني الحق أنك تاخذ فيهم عطلة. كاين أيضا التنقل في بلجيكا، سواء كنتي كراجل كتمشى على رجليك، سواء عندك بيكالا أو دراجة نارية، دراجة هوائية أو نارية عفوا، سواء كتنقل بوسائل التواصل الأخرى التنقل أو وسائل التنقل عفوا، بحال الدراجة، الحافلة، المترو، الترام وغيرها من الأمور.
كيكون ايضا التذكره، كيفاش كتاخدها، التذكره ديال الشركه ديال لاين، التذكره ديال نهار الاشتراك، لابولمون اللي كيديروا معاهم الناس، واش كتركب فابور، كاين تخفيضات، امتى يعني المده ديال الصلاحيه ديال التذاكر، شنو اللي خاصك ترد منه البال، شنو اللي لا، حافلة الاتصال يعني التنقل بالقطار، يعني مثل هاد الامور كامل كيهضروا لك عليها. التنقل بالقطار ايضا عاوتاني فيه تذكيرات، تذكره نهايه الاسبوع، التذكره ديال المسنين، بطاقه القطار والاشتراك، بطاقة الاشتراك لشركتي القطار مثلا والنقل العمومي، السفر مثلا مع الوليدات إلا كنتو عائلة كبيرة، كيفاش تعرف امتى ولين كيمشي هذا القطار او التران او الترام او هاد الطوبيسات او غيرها من وسائل النقل، كيفاش كتركب مثلا في القطار بواحد الطريقة اللي هي صحيحة. كذلك ايضا بخصوص مثلا سيارة الاجرة، الناس اللي كيعجبهم سيارة الاجرة، كاين ايضا معلومات عليها، معلومات على الدراجة النارية من فئة ومن فئة بي، التنقل ايضا بالسيارة، مثلا رخصة القيادة، شراء السيارات، تأمين وتسجيل لوحة السيارة، رقم لوحة السيارة عفوا، الضرائب ديالها، المراقبة التقنية، إلا وقعتي اون بان شنو كيكون الوقوف والتوقف. يعني هاد القوانين اللي متعلقة بالسياقة كاينة في هذا الإطار هذا، وضروري كاين اللي كيتطرق ليها في هاد الدروس ديال الاندماج. من بعد كيكون، شوفوا هذا الشيء اللي كنقول لكم حاليا راه ماشي غادي تلقاوه بالضروره بالتدريج. يقدر الاستاذ كما قلت لكم يعطيه لكم، يقدر ما يعطيهش لكم، يقدر يسبق حاجه ويوخر حاجه. المهم انا كنعطيكم حاليا بالتدريج حسب داك الشيء اللي عندي في الكتاب، غير باش نوضح هذه المساله هذه. كاين حق الاقامه، الهجره لبلجيكا، تاريخ الهجره ديال الحادثه لبلجيكا، شنو الأعمال أو الأمور اللي كتقوم بها الحكومة البلجيكية مثلا تجاه الأجانب، شكون اللي عندهم الحق يجيو يعيشوا في بلجيكا، واش انت جاي من بلاد أوروبية أو من بلاد أخرى غير أوروبية، الإقامة قصيرة المدى، الإقامة طويلة المدى، واش انت لاجئ، فين يمكن لك تطلب اللجوء، كيفاش كدوز مراحل اللجوء، إلا كملتي مراحل اللجوء شنو اللي كيتبعها. كامل هادو نقاط مهمة كيتم التطرق لهم. واش جيتي لبلجيكا في اطار الزواج، واش انت هنا في اطار علاقه دائمه، واش انت ضحيه تجاره الرق. ما تنساوش راه كاين حتى هذا النوع من الامور، واخا خصوصا في البلدان اللي كيكون فيهم حروب وهذا الشيء ديال العصابات. واش جيتي لبلجيكا في اطار العمل، واش تقدر تاخذ بطاقة العمل بي، شنو هي الإجراءات اللي غادي دير باش تقوم بتسوية الوضعية الإقامة ديالك، واش جيتي لبلجيكا بطريقة شرعية، سياسة الترحيل والرجوع. هادو أمور اللي راه ممكن غير في حصة وحدة يتم التطرق لهم، خصوصا أنه مثلا كل حصة، أنا حسب اللي كنت قريت كل حصة كتشد 3 ديال السوايع، 3 السوايع راه كيتطرق لك لشحال من حاجة وبطريقة غير مباشرة انت كتجاوب من تلقاء نفسك، يعني حسب لا سيتياسيون ديالك، حسب الوضعية ديالك. داكشي كيدوز سلس سلس، دغيا دغيا بفيه كيدوز، ما كتعرف كاع راك دوزتي داكشي. تا كتلقى راسك دوزتي شحال من حاجه كيتم سؤالك عليها، انت كتجاوب، ولكن هي راه داخله في نطاق الدروس، انت عند بالك راه غير مجرد سؤال ولا شي حاجه بحال هكا. المهم غير عاوتاني كتنبيه. الا بغيتي تكون بلجيكي، واش انت متزوج من بلجيكي الجنسيه او انت متزوجه من بلجيكي الجنسيه، واش باغي دير القدوم، يعني راجل متزوج من بلجيكيه، مراه متزوجه من بلجيكيه، مع العلم راه هما عندهم زواج الشواد، واعتذر على هذه المساله بين قوسين عندهم مقبول. واش انت متزوج كما قلتي من شخص عنده جنسيه بلجيكيه، التجنس، الا بغيتي مثلا تجيب شي حد من خارج بلجيكا لبلجيكا مثلا، العائلة ديالك شكون اللي عندهم الحق باش يجيو، شنو هي الوثائق الضرورية اللي ممكن أن هاد الناس يستعملوها باش يلتحقوا بك، فين ممكن أنك تقدم هاد الطلب التجمع العائلي. من بعد هاد الشيء كاين نظام التغطية الاجتماعية، كيفاش بلجيكا كتساعد الأشخاص اللي كيتواجدوا في حالات صعبة، الضمان الاجتماعي مثلا للعمال، الضمان الاجتماعي للمقاولين. ملي كتبغي المساعدة فين ممكن أنك تقدر تمشي باش تطلبها. واش باغي يعني لا كومين هي اللي تعاونك، فين تقدر تمشي تسول مصالح البلدية اللي كاينين، مصلحة الشؤون
مصلحة السكان وشؤون الأجانب، مصلحة مثلا الحالة المدنية، مصلحة الشؤون الاجتماعية، الشرطة، شنو اللي كيقوم به المركز العمومي للرفاه الاجتماعي اللي كيقولوا ليه هنا أوسيموي أو معروف بالأوسيموي. شنو هي المصالح الأخرى، مثلا مركز العام للرفاهية السئوي، المساعدة عبر الهاتف، فين ممكن تمشي إلا كانوا عندك مشاكل اللي هي قانونية، فين تقدر تقوم بتقديم شكاوي مثلا بخصوص العنصرية أو التمييز، فين ممكن دير بصفة عامة معلومات عامة على الشكاوي فين تقدر تاخدهم أو ديرهم. كاين أيضا الجانب اللي هو متعلق بالصحة، الصندوق الصحي مثلا، الميتواليتيت دو ميتواليتيت، الصناديق الصحية المختلفة، التسجيل بالصندوق الصحي، شنو اللي تقدر تحصل عليه ملي كتسجل في هذا الصندوق الصحي، انت مؤمن ضد ماذا، شنو اللي كيعوضوا لك هذا الصندوق الصحي، مثلا واش مرض حادث، أمراض معضلة، الحمل، كيفاش كيتم التعويض، مستحقات الطبيب مثلا، مستحقات الأدوية، مستحقات المستشفى، المصاريف المتعلقة بالعمل والأجرة، حوادث مثلا العمل، عدم القدرة على العمل، الفاتورة القصوى، التأمين الصحي، التأمينات المكملة. أيضا هناك الطبيب، يعني كما كتعرفوا عاوتاني الناس اللي قاطين في بلجيكا كل عائلة تقريبا عندهم طبيب أسرة خاص كيمشيو عنده قبل ما يمشيو للسبيطار العام، كتمشي عنده دير كونترول، شي حاجه اللي امور اللي هي بسيطه كتقوم بها عند طبيب العائله باش كيتفاداو الضغط على المستشفيات الكبيره. المستشفيات الكبيره الناس اللي فري محتاجينها، الناس مثلا اللي عندهم امراض محتاجين انهم يتبعوها، محتاجين اما من ناحيه مثلا شي حاجه بحال تحليلات ديال الدم، شي حاجه بحال شي معاينه اللي هي جسديه، شي امور اللي هكا بسيطه، شي مرض اللي هو خفيف، فهاد الشيء كامل كيتولاه طبيب الأسرة. من بعد اللي كيكون عند الإنسان شي مرض اللي هو مزمن ولا شي حاجة بحال هكا، كيتوجه لطبيب الأسرة في حالات ما كيعرفش الطريقة باش هو يتصرف. هو طبيب الأسرة كيقوم بالتوجيه ديالو للمكان الصحيح اللي يقدر مثلا أنه يتلقى فيه العلاج. هذا هو غير مثال. فهاد طبيب الأسرة مثلا زيارة الطبيب للمنزل، مصلحة المداومة، الملف الطبي الشامل، المركز الصحي للحي، تكلفة الزيارة إلى الحي، طبيب المدرسة، أطباء بلا حدود، طبيب الأسنان، الاختصاصيين، أطباء مختصون، التطبيب البديل يعني الطب البديل. عاد من بعد كيطرقوا لك للمستشفى، فحص من طرف اختصاصي، المستعجلات هذه فقط للحالات المستعجلة بالضبط. يعني المستعجلات كتكون كينصحوك دائما انك ما تمشيش ليها الا ما كنتيش في واحد الحاله اللي هي حرجه، بلا ما تمشي، لانه كيبغيو كما قلت لكم يستغلوا المساحه للناس فعلا اللي محتاجينها، ماشي يبقاو يستقبلوا بنادم بدون فائده. يعني بنادم ما به ما عليه كيبغي غير يسربك يمشي للمستعجلات. فدخول المستشفى، تكاليف في المستشفى، حقوق المريض، قوانين المستشفى، الحالات الطارئه، سياره الاسعاف والحالات المستعجله، اي حاجه متعلقه بهذه المستعجلات كيهضروا عليها. عاد من بعد ما هضرنا كما قلنا على الصحة، الصندوق الصحي، الطبيب والمستشفى، دابا الصيدلي، الأدوية ووسائل العلاج، مثلا تكلفة الدواء، وصفة الاستعمال، شنو خاص يكون عندك في الدار، الأدوية اللي خاصها تكون عندك في صيدليات المنزل، الطريقة ديال الاستعمال هاد الأدوية هذه. من بعدها كتجي خدمات التمريض بالبيت، يعني الفرمليات، أطباء أو شي حد كيجي عندك للدار. من بعد على الإعانات العائلية المتعلقة بهذا المجال الصحي مثلا. عاد المساعدة النفسية في حالة ما كنتي مثلا مريض نفسيا ومحتاج المساعدة نفسيا. من بعدها كيجي الحمل، يعني الطريقة باش المرأة الحامل كتسويفي الحمل ديالها، كيتبعوا الطفل والأسرة، هذه كتعرفوا كاملين كاين داخزين، ومصالح أخرى كتعلق بالموضوع، ومثلا الوفاة لا قدر الله إلا توفى شي شخص، شنو هما الإجراءات اللي خاص الواحد يدير. فلهنا غادي نقول لكم هذا الفيديو غادي يسالي هنا، حتى الفيديو القادم ان شاء الله، وغادي نكمل لكم عاوتاني معلومات، باقي معلومات، باقي امور. ولكن باش ما نطولش عليكم هذا الفيديو، راني ذكرت لكم واحد الجزء اللي هو مهم من هذا
المواضيع اللي كتكون في الاندماج. وان شاء الله فيديو جديد جاي ان شاء الله غادي نزيد نعطيكم مواضيع اخرى ضمن المواضيع اللي كتكون في هذا الاندماج. وان شاء الله لما لا ملي نساليو من هذه المواضيع ديك الساعه ان شاء الله نقدر مره نطرق لكم لشي موضوع ضمن هذه المواضيع نهضروا فيه حسب المستجدات، حسب القضايا الجديده، حسب شنو كاين في القانون الجديد الحالي وهذا وما الى ذلك. نتمنى تقبلوا عليا. في امان الله، دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باي.